أيها الحضور الكريم، لقد سعد الكون بكل ما يحتويه بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأشرق نوره في أرجاء الحياة. رسول الله قد أشرقت نورا على الدنيا وبدلت الضبابا. ومع فقرة الإرشادات النبوية، ونبدأ الفقرة الأولى بعنوان إفساد طريق الناس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما معقول يا جماعة اللي يصير في البلاد؟ لازم حد يتكلم ولازم حد يوقف وقفة في هذا الكلام اللي يصير. سلامات يا أخوان، وش صاير؟ أشوفك جاي مستعجل ومعصب، لا سلام ولا كلام. كيف ما تباني أعصب يا جابر؟ واللي صاير في البلاد شيء ما شوية ولازم نوقف كلنا عليه. خير وش صاير؟ صاير أشياء واجد. النساء ما من يمشي في البلاد، ما من يمشي في الحواير. في عندنا نساء مريضات مرض السكري، وفي نساء حوامل يمشي في الحواير، والشباب من حارة لحارة ورا النساء ما معقولة بتلفوناتهم. لازم نوقف وقفة صارمة على هذا الشيء اللي يصير في البلاد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء الشباب. ما سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا ونهيه عن مثل هذه السلوكيات الخاطئة. ما سمعوا أن الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة أتت وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى مثل هذه السلوكيات الخاطئة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو كما سمعتم من خلال هذه الفقرة التي قدمت لإفساد الطريق، وفي الحقيقة هو إفساد وفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة. الطريق له حقوق لكل إنسان يريد أن يمر في ذلك الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على أنه إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من بد في ذلك؟ قال فإن كان كذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ أول شيء ذكره غض البصر، فغض البصر لا بد لكل مسلم أن يغض بصره. والله تعالى ذكر في سورة النور صراحة في ذلك لكل رجل، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. جاءني شخص فقال لي في مرة من المرات الرجل واضح في أنه لا ينظر إلى النساء، في ذلك نصا صريحا، لكن النساء لا يوجد فيه نص صريح على ذلك. قلت له ومن قال لك ذلك؟ انظر إلى الآية التي بعدها مباشرة وقال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى نهاية الآية. نصف صفحة كاملة تحدث عن النساء وتحدث عن الرجال أيضا. قل للمؤمنين، قل أمر، والأمر فيه للوجوب ما لم تصرفه قرينة ولا قرينة لتصرف ذلك. وكذلك فيما يتعلق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن وطرد من نظر إلى عورات الآخرين، فقال ملعون من نظر إلى عورة أخيه، ملعون من أبدى عورته للناس. فأبدى أولا بالذي ينظر ثم الذي كشف. ملعون من نظر إلى عورة أخيه، ملعون من أبدى عورته للناس. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه. فبدأ بالناظر لأنه في الأصل عليه أن يغض بصره. وغض البصر فيه فوائد عظيمة جدا، من ضمن
ضمنها على أن يكون هذا الإنسان فيه فراسة. الله تعالى يمن عليه بالفراسة، ويمن عليه بالذكاء، ويمن عليه بالحفظ، ويمن عليه بالفهم. أما الذي يطلق العنان لبصره ينظر ما يشاء ويطرق عمن يشاء، ففي ذلك فيه ما فيه. وفوق ذلك تجد أنه يفسد وضوءه وصلاته وصيامه وحجه وغيره من تلك الأشياء بسبب على أنه يطلق البصر.